السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي احنا شايفينه قدامنا دي مزرعة استزراع سمكي مكثف. اللي احنا هنشوفه ده دلوقتي ده عبارة عن فيها فلاتر ميكانيكية وفلاتر بيولوجية، وعلشان نوصل لجودة الماء اللي احنا بسم الله الرحمن الرحيم. ده اللي احنا ديزاين بقى نهائي يا شايفينه ده باشمهندس دلوقتي مخصوص ده منتج بيتعمل من واحد الواحد احنا من عملناه الافراد فلتر بيقول ان ده مزرعة اسماك مكثفة. الاكسجين الأكسجين الموجود ده الوحده مجموعة الفلتر اللي تحت دي كلها. فلتر للأسف طبعا في ناس كتير الوحده. بتشوفني وهو ما عندوش خلفية، الله أعلم عن ده، بس خلينا نشرح الكلام ده كله ونفتكر الفيديو ده كويس كده علشان هنرجع له تاني في نهاية الفيديو نقول هو إيه الموضوع ده كله وإيه اللي بيحصل وإزاي الناس بتتخدع في التفاصيل اللي احنا شايفينها دي. عبارة عن أنبوبة بدش حاطط فيها زلط ورمل. المهم ما علينا، يعني خلينا نرجع. هو ده اللي اسمه استزراع سمكي مكثف، ده الاختصار للوحده الاولانيه خالص اللي احنا شفناها، او اليونت اللي احنا شفناها بتاعت او المزرعه اللي احنا شفناها بتاعت الاستزراع السمكي المكثف. دي عباره عن 4 وحدات زي ما احنا شايفين كده، او 4 اجزاء فيهم. اللي هنشرحه دلوقتي ده فلتر بيولوجي، هنشرحه برضو بالتفصيل. واللي كان قبل منه كان فلترين ميكانيكي. وده اول واحد. خلينا نتكلم في الاولاني ده اول فلتر فيهم. الميه لما بتخرج من حوض السمك اللي احنا كنا شايفين فيه السمك بتخرج من هنا، وزي ما احنا شايفين كده بتطلع من المواسير ديت، بتخش على الاول فلتر فيهم اللي بيصفي الميه تحت في القاع عن طريق الجزء اللي احنا شايفينه ده دلوقتي. الميه بتنزل تحت، المخلفات بتنزل، بتبتدي الميه بعد كده تطلع عشان تخش في المواسير دي. طيب ايه اللي بيحجز؟ اهو ده اللي بيحجز بقى المخلفات كلها اللي احنا شايفينها. الاجزاء اللي احنا شايفينها دي بتحجز المخلفات، تخليها ما تطلعش مع الميه، وتطلع الميه صافيه، وتصفي لي يمكن اكتر من 70 80% من المخلفات الصلبه اللي موجوده في قلب الميه بتاعه الاسماك. وهنحكي يعني ايه مخلفات صلبه وايه يعني مخلفات امونيا موجوده، لان المزرعه اللي زي دي كده اللي احنا هنشوف ال4 اجزاء اللي تحت، شايفين التانك ده قد ايه، ونسبه وتناسب كده ال4 وحدات اللي في الارض نسبه وتناسب بينهم وبين التانك قد ايه، علشان ما يضحكش علينا بماسوره ونقول ان الماسوره دي فعلا هي اللي بالفلتر وهي اللي بتخلي السمك ينمو وياكل وكده. اللي احنا شايفينها دي سكرية لضخ الأكسجين في الفلتر البيولوجي. الوحدات الصغيرة اللي احنا شايفينها دي اسمها كي 1 اللي احنا شايفينها، أو في منها كي 2 أو كي 3 على حسب الحجم. اللي شايفينه بني ده دي البكتيريا. في نوعين من البكتيريا. البني اللي احنا شايفينه في بكتيريا نيتروسوموناس وفي بكتيريا نيتروباكتر. دول وظيفتهم الاثنين يحولوا الامونيا لنيتريت، ومن نيتريت لنترات، والنترات لما ترجع تاني للاسماك ما تسببلوش اي مشاكل، انما الامونيا تقضي عليه. فدي مهمه جدا الاجزاء دي. هنرجع تاني ونقول شايفين ده البروتين سكامر اللي عدى، وده الفلتر البيولوجي اللي كنا بنشرحه من شويه في المزرعه اللي هي بتنتج اسماك فعليه. تفتكروا اللي عدى ده كله ممكن يختصروا ماسورة فيها رمل وزلط وفحم وتطلع لي انتاج؟ انتوا بقى احكموا بنفسكم اذا كان الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط. كنت معكم وجيه خوجة من قناتي على اليوتيوب وعلى التيك توك. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.